السلام عليكم. كشف كبير صحفي صحيفة لوفيغارو الفرنسية جورجي مالبروت عن شرط مغربي وحيد لتحديد موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط. وقال مالبرونت في تدوينة له عبر حسابه بموقع تويتر ونقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي موثوق أنه من المقرر أن يزور ماكرون المغرب هذا الشهر، موضحا بأنه لا يملكون موعدا محددا حتى الآن. وأكد المصدر الدبلوماسي عن شرط مغربي قبل تحديد الموعد يتمثل في قيام باريس بإصدار بيان صحفي ضد الجزائر. ويأتي هذا الكشف عن الشرط المغربي عقب قيام السلطات البلجيكية بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين المغاربة متورطين فيما بات يعرف في الصحافة المغربية بماروكو جيت، والتي فضحت اختراق النظام المغربي للبرلمان الأوروبي عن طريق بعض النواب الذين عملوا على منع إصدار قرارات تدين المغرب على مدى سنوات. وفي هذا السياق قال مالبرونوت إن السلطات البلجيكية أرسلت مذكرات توقيف إلى نظيرتها الفرنسية بحق مسؤولين مغربيين متورطين في الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي. ونقل عن دبلوماسي فرنسي قوله: نشعر بالحرج إذ اضطرنا إلى اعتقالهم. هؤلاء المسؤولين لديهم أطفال في فرنسا.